بص بقى الدوري المصري داخل على مرحلة جديدة خالص، والمرحلة ديت هي اللي هتحدد مين اللي هيكسب الدوري ومين هيفضل في القاع، لأن رابطة الأندية أعلنت إن قرعة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 2025-2026 هتتعمل النهاردة الخميس 12 مارس، والمرة ديت قرعة مش عادية خالص، لأن دي قرعة مرحلة الحاسم. بس استنى خليني اشرح لك الموضوع ببساطة. لكن قبل ما نكمل، ولو اول مرة تشوفني، انا احمد ودي قناة المشاغ. القناة دي بنتكلم فيها كرة بجد، وبنحلل وبنحكي كل اللي بيحصل في عالم كرة القدم. يلا بقى نرجع للدوري المصري. القرعة هتتعمل في احتفالية كبيرة في احد فنادق حي الزمالك، والمراسم دي هتبدأ الساعة 9 مساء. لكن السؤال المهم هنا، ايه هي مرحلة الحسم اصلا؟ بص يا سيدي، الدوري المصري السنة دي هيتقسم لنظام مجموعتين في الدور الثاني. المجموعة الأولى هتضم الفرق من المركز الأول لحد المركز السابع، والفرق دي هتلعب مع بعض علشان تحدد مين بطل الدوري. يعني المنافسة هنا هتبقى على اللقب مباشرة. أما المجموعة التانية ديت فهتضم الفرق من المركز الثامن لحد المركز ال21. الفرق ديت هتلعب على حاجة تانية خالص، هي الهروب من الهبوط. يعني ببساطة كده الدوري هيتحول لنوعين من الصراع، نوع فوق ونوع تحت. صراع فوق وصراع تحت، فوق على البطولة وتحت على البقاء في الدوري. وطبعا النظام ده بيخلي المنافسة تبقى مجنونة في آخر الموسم، لأن كل ماتش هيبقى له تأثير مباشر. لكن خلينا نتكلم بصراحة شوية، النظام ده اتعمل علشان حاجة واحدة بس، زيادة الإثارة في الدوري. لأن المواسم اللي فاتت كان ساعات الدوري بيخلص بدري والفارق بين الفرق بيبقى كبير. لكن لما تقسم الفرق بالشكل ده، كل فريق هيبقى بيواجه منافسين قريبين منه في المستوى والترتيب، وده يخلي ماتشات الدوري أقوى بكتير. وطبعا الجماهير هي اللي بتستفيد في الآخر. ودلوقتي السؤال اللي كل الناس بتسأله، الدور التاني هيبتدي امتى؟ الرابطة أعلنت إن الدور التاني من الدوري هيبتدي في شهر إبريل الجاي، لكن قبل كده هيكون في توقف دولي. التوقف ده هيبتدي يوم 23 مارس وهيخلص 31 مارس، وبعدها مباشرة الدوري هيرجع تاني وهيرجع معاه مرحلة الحاسم. يعني باختصار احنا داخلين على أهم جزء في الموسم كله، كل نقطة هيبقى لها قيمة، كل ماتش ممكن يقلب جدول الدوري، وخصوصا ان المنافسة على القمة دايما بتبقى نار. احنا كزملكاوية احنا مستنيين نشوف الفريق هيعمل ايه في المرحلة دي، وان شاء الله الزمالك هيكون ليه كلمة قوية في المنافسة. وفي نفس الوقت برضو المنافسة على الدوري المصري بقت اصعب بكتير. بيراميدز بقى فريق قوي جدا، والاهلي طبعا دايما منافس صعب. فمرحلة الحسم ده غالبا هتكون فيها مفاجآت، ويمكن نشوف موسم من أكتر المواسم إثارة في الدوري المصري. ودلوقتي بقى عايز أعرف رأيكم، إيه رأيكم في نظام مرحلة الحسم في الدوري المصري؟ هل شايفينه نظام حلو يزود المنافسة، ولا شايفين إن النظام القديم كان أفضل؟ اكتبوا رأيكم في الكومنت، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم أحمد من قناة المشاهد.